لو بتشتغل في وظيفة فاعرف انك بتدفع اغلى ضريبة في حياتك: وقتك. زمان كنا فاكرين ان الوظيفة امان، بس لما كبرنا اكتشفنا ان الامان الحقيقي في الحرية المالية مش في مرتب بيقيدك. تعال اقول لك على امثلة من ارض الواقع. موظف مثلا بيقبض 10,000 جنيه بس بيشتغل 10 ساعات يوميا ومحتاج 30 سنة عشان يحوش شقة. واحد تاني بدأ مشروع صغير وبعد 5 سنين بيكسب اكتر من مديره السابق. موظف عنده خبرة 15 سنة وفجأة الشركة استغنت عنه وقعد في البيت مش لاقي شغل. 3 خطوات تهرب بيها من سجن الوظيفة، ركز معايا. ابدأ مصدر دخل جانبي حتى لو بسيط. فكر في أي مهارة عندك تقدر تكسب منها فلوس أونلاين من غير ما تدفع جنيه. ابدأ بيع منتج أو خدمة جنب شغلك حتى لو معاك 100 جنيه. عيش تحت مستواك مؤقتا عشان تجمع راس مال. لو كل مرتبك بيطير مش هتعرف تبدأ أي حاجة. خلي عندك خطة تحويش واستثمار ولو بجزء بسيط. اتعلم ازاي الفلوس تشتغل لصالحك بدل ما تشتغل لها طول حياتك. استثمر وقتك في انك تتعلم بيزنس، تسويق، استثمار. اقرا كتب عن المال وريادة الاعمال بدل ما تضيع وقتك في الترفيه والتيك توك والسوشيال ميديا. الخلاصة: لو فضلت موظف للابد فانت بتضحي بحياتك عشان حد تاني يحقق حلمه.